لشهداء هذه المجزرة التي حدثت نقف 5 دقائق صمت. ندعو الجميع للوقوف 5 دقائق لشهداء مجزرة حلبجة. يصادف اليوم الذكرى 35 للفاجعة المأساوية التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء في مدينة حلبجة الواقعة جنوب كردستان، حين قرر النظام البعثي الاستبدادي في العراق أن يوجه 4 طائرات حربية المحملة بغاز الخردل والسيانيد المحرمة دوليا إلى أهالي مدينة حلبجة، مما حولها لمدينة منكوبة وتسبب بزهق أرواح المدنيين خلال دقائق، وأسفر عن مقتل أكثر من 5000 شخص معظمهم نساء وأطفال وشيوخ، وخلف الآلاف المصابين والتشوهات الخلقية في جريمة يندى لها جبين الإنسانية، ولا تزال جرحا غائرا يأبى أن يندمل في ذاكرة ووجدان الشعب الكردي. باسم مكتب تجمع نساء زنوبيا بالطبقة وريفها ننحني إجلالا وإكبارا لشهداء هذه المجزرة الوحشية، وندين ونستنكر بشدة ارتكاب هذه المجزرة ضد الشعب الكردي الذي عانى من اضطهاد وقمع النظام الاستبدادي، ونطالب الحكومة العراقية أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية اتجاه أسر الشهداء والجرحى والمتضررين، كما ونطالب المجتمع الدولي بتشديد العقوبات والقوانين حول استخدام الأسلحة الكيماوية كي لا تتكرر مثل هذه الفاجعة ضد الشعوب المضطهدة. فهذه المجزرة ما كانت لترتكب لولا الصمت والتخاذل المجتمع الدولي وتجاهله لجرائم النظام العراقي في الثمانينات. عليه أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية في حماية الشعب والحفاظ على حالة الأمن والسلام العالمي.